بص يا معلم، انت اكيد سمعت عن العملات الرقمية والبيتكوين والحاجات اللي بقت بتعمل ترند كل شوية. واحد طلع كسب مليون دولار في يوم وواحد خسر كل فلوسه في لحظة. بس انت وقفت كده وسألت نفسك يعني ايه اصلا عملة رقمية؟ جات منين وليه العالم كله بيجري وراها؟ وهل فعلا هي المستقبل ولا هي فخ كبير معمول للناس عشان يتحلبوا ويتسحب منهم الفلوس؟ بص انا هقولك كل حاجة من الالف للياء وانت احكم بنفسك. العملات الرقمية ببساطة هي فلوس مش بتشوفها بعينك، ملهاش شكل ملموس، يعني مش زي الجنيه أو الدولار أو اليورو اللي تمسكه بإيدك. العملات دي موجودة بس على الإنترنت، بتتخزن في محفظة إلكترونية بتاعتك وبتتعامل بيها أونلاين، وبتشتري بيها وتبيع بيها وبتحولها لأي حد في أي مكان في العالم وانت قاعد في بيتك وعامل كوباية شاي. البلوكشين بقى هو اللي مخلي العملات دي قوية. هو تكنولوجيا يعني زي دفتر حسابات كده، بس ديجيتال مش ورق. كل معاملة بتتسجل فيه ومحدش يقدر يمسحها أو يغيرها، يعني أمان وشفافية. ودي كانت الفكرة اللي خلت الناس تثق فيها وتبدأ تستخدمها. سنة 2009 بقى كان في شخصية غامضة كده اسمها ساتوشي ناكاموتو، ده اللي اخترع البيتكوين وقال لك أنا هعمل عملة تخلي الناس تتعامل مع بعض بدون تدخل بنك ولا حكومة. وفعلا عملها وكانت قيمتها ببلاش تقريبا، يعني كان ممكن تشتري آلاف البيتكوينات بدولارات قليلة جدا. والنهاردة البيتكوين الواحد ممكن يعدي $50,000. عارف يعني ايه؟ يعني لو كنت اشتريت وقتها كنت ممكن تبقى مليونير بمرتب شهر. وناس فعلا بقت مليونيرات وناس كمان بقت مليارديرات بسبب الموضوع ده. فالعالم كله بدأ يركز وقالك ايه ده؟ في كنز طالع ومحدش واخد باله. وبدأت تطلع عملات تانية زي الإيثيريوم، وده مش بس عملة، لا ده كمان منصة برمجية بتخليك تعمل تطبيقات وعقود ذكية، يعني حاجات تشتغل لوحدها من غير تدخل بشري. والريبل اللي بيخلي البنوك تخلص تحويلاتها بسرعة وبعمولة بسيطة. اللايت كوين اللي قالوا عليه الفضة بالنسبة للبيتكوين اللي هو الذهب. السولانا اللي بقت من أقوى العملات في فترة قصيرة. والدوكوين اللي بدأت ككوميكس بقت بجد عملة قيمة. الناس بقى قالت نشتري طبعا ونبيع ونتاجر وندخل السوق ده. ازاي تكسب بقى من العملات دي؟ في كذا طريقة. ممكن تشتري وتخزن وتستنى السعر يعلى وتبيع، يعني استثمار طويل المدى. أو تتاجر كل يوم، تشتري وتبيع بسرعة وتكسب فرق السعر، ودي محتاجة تتابع السوق كل شوية. أو تعمل تعدين، يعني تجيب جهاز قوي وتحل بيه معادلات رياضية معقدة والجهاز يديك عملات مقابل ده. أو تعمل ستيكينج، يعني تمسك العملة وتاخد عليها فوائد شبه البنك كده. كل ده حلو جدا، بس خلي بالك السوق ده خطر جدا. يعني ممكن تبقى كسبان الصبح وتخسر كل حاجة بالليل. السوق بيتحرك بسرعة رهيبة، مفيش ضمانات، مفيش حد يقولك مضمون. لازم تبقى دارس وفاهم ومتابع الأخبار وتعرف كل عملة بتعمل إيه ومين وراها وفيها كم قطعة وهل هي محدودة ولا مفتوحة. يعني البيتكوين مثلا محدود 21 مليون بس، مش هيتعمل غيرهم. لكن في عملات تانية مفتوحة مفيش حد يحدد العدد بتاعها، فالسعر بتاعها مش بيعلى بسهولة. غير كده بقى العالم كله داخل في العملات الرقمية. يعني الصين بتجرب اليوان الرقمي وأمريكا بتجهز للدولار الرقمي. يعني بعد شوية العملات اللي معاك هتبقى ملهاش قيمة، والناس كلها تشتري وتبيع أونلاين كأنها فلوس عادية. ولو انت مش فاهم ولا متابع هتبقى متأخر وهتدفع التمن. يا إما ما تعرفش تشتري، يا إما تشتري غلط وتخسر كل حاجة. علشان كده لازم تتعلم وتفهم. ما تسمعش كلام حد يقولك اشتري دي وخلاص. لازم انت بنفسك تشوف وتفكر وتعرف المشروع ورا العملة بيدعم ايه.